النبي يا رب، النبي يا رب اللي بحكي عنهم دول ما يعرفوا ولا يشوفوا الفيديو ده، والنبي يا رب. والله العظيم غصب عني، انت اللي جيت في حكايتي. انا ماشي ومكمل غصب عني. بص، انا هحاول على قدر الامكان كده ان انا ما اجيبش سيرتك ولا اجيب اسمك، تمام؟ عشان الموضوع يعدي. طيب. وقفنا في الفيديو اللي فات يا سيد الناس عندي لما كنت انا بنام في القهوه وصاحبها عرض عليا ان انا اشتغل معاه. وانا اشتغلت معاه فعلا، قعدت حوالي اسبوع كده تقريبا، وبعدين ابتديت اكتشف ان انا خلصت ثانوي ومش وهروح فين. هروح فين؟ بيني وبينك وقتها انا ما كانش دماغي بقى لا في كلية بقى تجارة ولا اداب ولا اداب انجليزي، واصلا مجموعي ما كانش يجيب. فقلت انا هروح بقى ايه، معهد فنون مسرحية. اه. انا ابقى ممثل، وهلا سرحان تستضيفني، ومنى الشاذلي. ما كانش في منى الشاذلي وقتها. اه، بس اروح بقى، والحلم كبر يا سيدي الناس، وابتديت احس ان انا خلاص دي الفرصة الوحيدة اللي هتنتشلني من الضياع، ورحت فعلا. قدمت ونجحت. ونجحت. واختبرني مين بقى؟ سناء شافع وسعد أردش. عارفينهم؟ اه. ممثلين. والله مش عارف، والله اذا كانوا عايشين ولا ميتين، يعني ربنا يرحمهم ويخليهم لينا، يعني مش يعني ربنا يفسح الطوبة يعني. مش عارف والله، يعني هم. ربنا يا رب. المهم لما قعدت اكتشفت بقى ان انا يعني لازم اشتغل، ما عرفتش اشتغل في القاهرة خالص. والموضوع محتاج خروج ومحتاج بقى مقابلات، وتروح هنا وتروح تحضر ايفنتات وكلام من ده، قصة طويلة، وبرضه ما عنديش هدوم. خلي بالك، ضيف على كده كمان زحمة القاهرة بالنسبة لي كانت حاجة يعني مريبة. احنا ما عندناش كده في دمياط. دمياط رايقة والبحر والكلام ده، ومفيش فكرة التباع ان عتبة 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 رمسيس رمسيس، مفيش الكلام ده عندنا خالص. انت ممكن الميكروباص يقف لك كده وفاضي كرسي، انت مالكش مزاج تركب من كتر الهدوء. فلقيت نفسي بلف وبرجع تاني. رجعت قدمت ورقي في معهد فنون حلوة و... ولحد النهارده ورقي هناك، ولا اعرف اي حاجه عنه خالص. فتقدر تعتبر كده يعني ان انا ايه، معايا شهاده ثانويه وبس. ده برضو ليه سبب ان انا ما روحتش. في وقتها كان ظهر الانترنت، وظهر معاه فكرة السايبر. يا لهوي، ساعة ما سمعت ان في حاجة اسمها السايبر ده اتسحلت سحلة فيه. انت عارف السايبر ولا لا اول؟ يا مصيبتي لما كنتش عارفه. ده اللي هو انترنت كافيه. شوية كمبيوترات كده محطوطة في محل، وتخش بقى ايه الساعة بجنيه ونص. تقعد بقى يا تلعب جيمز، يا اما تقعد على النت. انا ما كنتش غاوي جيمز، انا كنت غاوي نت بصراحة. نت وشات. شات الياهو. يا على شات الياهو ده، ذكرياته هحكيها لك دلوقتي. فضلت يا سيدي الناس مضيع اللي معايا على السايبر، رايح جاي رايح جاي على المكان ده فين؟ في راس البر. سايبر موجود في فندق 5 ادوار. الدور اللي تحت كافيه، والدور التاني السايبر، وفوق 4 ادوار تقريبا ولا حاجه بتوع الفندق. صاحبه راجل عجيب، راجل ريفي كده، على طول لابس الجلابيه بتاعته، ومش عارف اوصفه لك ازاي، بس هو كان بيربي فراخ على السطح. اه والله. في الفندق فوق، راجل ضخم كده ما شاء الله، يسد الباب لما يدخل، هو ولاده كلهم نفس القطعية دي. المهم ده ما يشغلنيش، يعني انا في السايبر المكان حلو جدا، وناس رايحة جاية عليه، وانا مسحول بقى في الفكرة، رايح جاي رايح جاي، لحد ما اتصاحبت بقى على اصحاب السايبر. كانوا 2 شباب شركة كده، محمد والسيد، وفضلنا عايشين مع بعض بقى ايه، استلذينا لحد النهارده احنا اصحاب. وانا تقدر تقول كده يعني خلاص، انا بقيت ماسك الجهاز الماستر، بقعد عليه على طول. تقدر تقول بشتغل، بس ما باخدش فلوس. انا ببقى قاعد بس، انا الفكره عجباني. شفت في السايبر ده العجايب. في مره قاعد كده في امان الله، لقيت بنت داخله. البنت دي بقت رايحه جايه علينا، لدرجه خلاص بقت زبونه دايمه. البنت دي بتعشق حماده هلال. ساعة ما تسمع أغنية ليه تريل. ويشاء القدر يا معلم إن إيه، حمادة هلال بيعمل كليب بخاف عندنا في راس البر. وساعة البت ما عرفت، يا مصيبتي راحت في داهية. فبتقول لي حمادة هلال قلت لها على فكرة حمادة هلال صاحبي. قالت لي انت بتتكلم بجد؟ قلت لها اه، صاحبي. ما قلتليش ليه من بدري ان انت عايزه تشوفيه او تكلميه؟ بتكلم بكل ثقه. انا استخسرتها في حماده هلال بصراحه، يعني ما هو ناقص، ما اكيد معاه. سيبها لي يا عم دي. قالت لي طب اكلمه ازاي؟ قلت لها ده رقمه. وقمت مديها ايه، رقمي. فضلت اشتغلها شويه ايام كده، وما عرفتش ايه الفايده من اللي انا عملته، يعني اللي انا اعترفت لها، وهي كانت بنت ساذجه وصدقت وفضل كده المواقف بقى رايحه جايه، لحد ما جيت في يوم من الايام
بنتين دخلوا اول مره، قعدوا على الاجهزه حلوين، اتنين احلى من بعض وهاديين كده راسيين كده عارف، وانا عيني على واحده فيهم بعمل قرد عشان افتح اي موضوع، وسبحان الله جيت لوحدها كده من كتر ما هم بيجوا الكلام اتفتح، لو سمحت افتح لي ده، طب بعد اذنك هي طب لو سمحت كر كر كر. وفضلت بقى مع البنت دي يا معلم كل شويه تجيلي السايبر، وانا بقى ايه انا وهي على جنب كده نقعد نتكلم في الحب، وانا يعني حبي ملائكي لدرجة ان انا مش عايز امسك ايديها لاجرح هذا الملاك. الله يخيبني بخيبة. مشكلتي في التوقيت ده ان انا كنت حاسس بالنقص قدام البت دي. قول لي ليه؟ لان انا ما عنديش هدوم، هما الطقمين، فانا عايز اشوفها ومش عايز اشوفها. هي مرة جابت لي هدية تيشيرت، وانا ساعة ما شفت التيشيرت اتضايقت قوي، اتضايقت قوي، ما فرحتش بالهدية خالص. انا ابتديت احس ان هي مزومه عليا ان خد غير بقى، وفي نفس الوقت مش هينفعني لان استحاله اروح اغيره واجي لها بيه، مش هينفع. طيب بنام فين انا بقى في التوقيت ده؟ طاقه القدر اتفتحت لي. ابن عمتي امه سابت البيت وراحت قعدت عند بنتها والشقه فضيت، وابن عمتي انا وهو مولودين في نفس اليوم، وكنا بنلاغي بعض طول الوقت ويدار عليا، وبص يعني زي ما تقول قول كنت بنام هناك والطقم هناك وطقم بخرج بيه. كان معايا انا وقتها تليفون عجيب كده مش فاكره، ولقيتها بتتصل بيا بتقول لي انا عايز اشوفك وانا في الشارع، والطقم اللي لابسه ده طقم لابسه بقالي يومين، طب انا عايز اشوفها ومش هينفع، ما انا قابلتها بده امبارح. رحت لابن عمتي، ما كانش معايا المفتاح بقى، ما لقيتوش في البيت، وهو معهوش موبايل. ساكن فين بقى؟ ساكن في بيت كده دور اول علوي تمام، وفي جنبه عمود كهرباء من اللي هو ابو سلالم ده. فكرت وقتها ان انا لو طلعت على عمود الكهرباء السلم ده هيبقى جنب البلكونه على طول تمام، ونطيت جوه البلكونه اخش اغير وارجع تاني، وعملت كده فعلا ونطيت وغيرت وظبطت. وانا جاي ارجع بقى اكتشفت ان الرجوع صعب مش زي الطلوع، انا محتاج اقعد على سور البلكونه ومد رجلي لقدام واحدف جسمي كده لحد ما طول العمود. طيب ماشي هعمل كده، وابتديت فعلا اظبط نفسي كده وايه، وقعدت على سور البلكونه لقيت نفسي بعيد شويه، قمت قاعد على ايه على المنشر، ولسه بحدف نفسي لقيت المنشر اتعوج بيا وقام من فوق، نزلت زي ما انا كده اهو على ظهري. الناس اتلمت، انت كويس انت كويس يا عم، كويس ايه؟ مش قادر ارد اقول ايه كويس ازاي؟ فتلموا عليا يشيلوني ويحطوني على جنب. طب كنت سيبوني، ظهر وجعني، سيبوني في نفس المكان. يعني انت استفدت ايه لما شلتني دلوقتي حطيتني على رصيف؟ احنا اصلا في شارع ضيق يعني ما يستاهلش، لا في عربيه معديه ولا في حد. ما رحتش بقى في اليوم ده لان الطقم اللي حيلتي يكفيك الشر اتقطع. قعدت وقتها بقى استعيد الذكريات واشوف نفسي بقى انا فين وموقعي فين من الاعراب، ويا ترى هتفضل ماشيه كده ولا هيبقى ازاي. رحت بقى بعدها بعت الموبايل وجبت لي كام طقم كده، وفضلت الايام ماشيه كده بقى، يعني هي تجيلي شويه وكده لحد ما العلاقه بقى ايه ماتت خالص. قعدت اسمع بقى في وقتها في هاني شاكر سبتيني ليه وعيط، كل اللي خبط عليا بقول له لو سمحت سيبني لوحدي عايز اقعد مع نفسي ارجوك. الله يخيبني بخيبه. المهم يا سيدي الناس فقت من الصدمه، وقاعد انا زي ما انا كل يوم في السايبر لحد ما نهايه السايبر ده جت على ايدي. اه والله يا عيني الحلم بتاع محمد والسيد انا دمرته لهم. في يوم انا نازل الصبح من السايبر، ما انا كنت بقعد بقى طول الليل يعني هم يروحوا وانا قاعد نازل الساعه 7 الصبح كده من على السلم من الدور التاني كده لتحت، لقيت بنت الراجل صاحب الفندق واقفه ضخمه هي كده. اول موقف كنت شفتها فيه من فتره كده قبل كده، كانت قاعده جنب جوزها وعماله ايه، هي بتلبس عبايه وبتربط القرط على جنب كده تمام، ضخمه ضخمه. فقاعده تحت في الكافتيريا جنب جوزها وقاعده بتهز رجليها، والتانيه الكرسي كده قاعده معلمه. وبعدين الواد جاب لهم بيبسي وشاي، فبتقول لجوزها اشرب، قال لها مش عايز. قامت قايله له ما تشرب بقى في ميتين امك، وقامت قلبه الترابيزه. هي طبعا ثبت له بس انا عشان الرقابه مش هينفع اقول. سالت محمد يومها مين دي، قال لي دي بنت الراجل ما تتكلمش. وانا نازل لقيتها واقفه، عديت من جنبها كده لقيتها قامت ماسكه ايدي وقامت قالت لي تعالى ولا امسك الديك ده، الظاهر في ديك هربان من على السطح ونزل تحت ما تعرفش في ايه او نط. قلت لها نزلي ايدك دي تهبله ولا ايه؟ ديك ايه؟ قمت سايبها وماشي. انا طبعا ما اعرفش ان انا عملت جريمه. انا لقيتها بتبص لي كده ما بتتكلمش، وقامت قايله لي نهار اسود نهار اسود، اللي هو انت بترد عليا يا بصيبتك السودا. ما اهتمتش الكلام. رحت كده جبت حاجات من السوبر ماركت ورجعت طلعت لقيت الدنيا تحت فاضيه خالص، وشويه وبسمع صوت من تحت يا فلان يا علان يا لهوي بتنده لاخواتها. ابتديت اقلق، قاعد على الجهاز كده وباب السايبر في الاخر خالص كده قدامي، وفجاه اسمع بقى على السلم بقى اصوات طالعه بدون مبالغه والله العظيم اصواتهم كانت باينه. وقاموا داخلين ما تفهموش. كان في ترابيزات كده، السايبر ده كان مقسوم نصين السايبر، وعاملين ترابيزات كده ايه ككافيه صغير، بقوا يشيلوا في الترابيزات دي يقلبوها كده وانا قاعد جوه. اول حاجه عملتها
بيبي. اذا كانوا كده بيعملوا في الحاجه اللي هي تقريبا بتاعتهم، امال هيعملوا معايا ايه؟ وقاموا قايلين لي يلا يلا، طبعا يلا. يا سلام، جريت. وشويه بقى عرفت ان هم اتلموا والسايبر ده اتهد وما عادوش هيشتغلوا تاني. سبت بقى راس البر ورجعت بقى الحته اللي احنا كنا فيها، ومن ضمن الحته اللي احنا كنا فيها كان فيه في سايبر فتح اسمه جوجل في وسط الحواري كده. سايبر جوجل ده يعني ماليش ذكريات كبيره معاه يعني، بس الناس اللي فيه ما كانتش على هوايه خالص. خلق عجيبه الشكل بقى، وكل يوم انت ايه بتحاول تتاقلم، فرايح مع ده شويه ورايح مع ده شويه، وده يجي يقعد معاك شويه ومش عارف ايه، وفي لخبطه كده ما كنتش فاهمها خالص. كان فيهم ناس ما بتفوقش اصلا، يعني كان يجي يقعد على الجهاز يشغل فيلم ويشغل اغنيه معاه، يوطي صوت الفيلم ويشغل الاغنيه. ازاي بيعمل الميكس ده انا لحد دلوقتي مش عارف. السايبر ده كان فيه 2 شركاء، فواحد فيهم انفصل ليه ما اعرفش، بس هيفتح سايبر تاني. وهيعمل ايه بقى؟ هياخدني معاه، ماليش دعوه بقى استندلهم مع بعض كلام من ده. انا بالنسبه لي ان انا اروح سايبر تاني بقت شغلانه بقى بكسب منها بقى. اروح سايبر لسه جديد، انا اللي هربي له زبون وفي مكان حلو، فليه لا؟ كان في بقى السايبر ده زباينه الاساسيه شويه عيال، يعني دول ما تخلفوش، دول اترجعوا شياطين ماشيه على الارض. ما عليك منهم في 2، في واحد اسمه الفص وواحد اسمه الشمبانزي. خلاص وصلت كده، وصلت لحد ما جه في يوم والشمبانزي ده سرق الايميل بتاعي. انا عندي كام سنه وقتها؟ انا تقدر تقول مثلا 20. الشمبانزي عنده كام سنه؟ عنده حوالي 11. اسمه ليه كده؟ لانه خفيف الحركه بشكل مش طبيعي، مش ممكن. الواد بيمشي على الحيط فعلا وبيتشقلب ويقوم طالع يجري ويكمل وكده، وقصير خالص. انا عرفت منين بقى ان الشمبانزي سرق الايميل؟ سألت الفص. الايميل كان مفتوح هنا واتقفل ومش راضي يفتح. مين اللي قاعد على الجهاز ده؟ فضلت لحد ما اعترف في الاخر وقال لي الشمبانزي. فضلت قاعد مستنيه على الباب، هو جاي من اول الشارع كده، وساعة ما شافني قمت انا رايح اجري عليه. هو فهم، قام طالع يجري، بيجري جري مش طبيعي، وانا شحط كده وراه، وهو الواد قد كده، والشارع كله مستغرب. انت ايه يا عم الهرجله اللي بتحصل؟ في منظر عبثي بيحصل، والناس تقول لي في ايه في ايه، وانا اقول لهم سرق الايميل بتاعي، سرق الايميل بتاعي، والناس مش فاهمه اصلا ايه الايميل ده. والواد يلاقي طوب مباني مرمي كده ورمل، يقوم طالع من فوق، طالع يجري ومكمل، وانا وراه لحد ما دخل بيتهم وقام قافل الباب اللي تحت. فانا وقفت هلل، انزل يا ابني يا ابني يا ابني. قامت امه خارجه، في ايه؟ قلت لها ابنك ماله؟ سرق الايميل بتاعي. ابني مش حرامي، ابني ما يعملش العمايل دي، ورينا ولا جيوبك فيها ايه. وتفتش فيه، يا حاجه الايميل ده حاجه على الكمبيوتر. كمبيوتر ايه يا اخويا؟ واحده شفنا كمبيوتر. المنظر بيزداد عبثيه كمان، بعمل ايه؟ فرجعت مش طايله بقى دلوقتي. رجعت والناس بقى ايه في الشارع بقى كله عمال بيخبط كف على كف ويضحك. انت ايه يا عم اللي بتعمله ده؟ محدش مدرك قيمه الايميل ده. الايميل ده عليه كل الناس اللي انت عرفتهم على مدار الاشهر اللي فاتت دي كلها، ومليان حريم. هنجيبهم تاني منين دول بقى بالله عليك؟ مفيش فرصه. مش زي دلوقتي، انت دلوقتي ممكن تعمل سيرش على الاكونت، مفيش. يا انا اديك الايميل يبقى معاك وتضيفني، يا اما لو ضاع منك انا اختفيت للابد. فضلت حاطط الشمبانزي في دماغي لحد ما علقته تعليقه معتقل سياسي، وفتح لي الايميل. رجع الايميل تاني الحمد لله، ورجعت بقى طاقتي تاني. ودخلت بقى ايه، فتحت شات الياهو، اتاكدت ان الدنيا تمام، ودخلت الروم كده ايه ادعبس كده ان الدنيا زي الفل. ودخلت على روم اسمها اجمل بنات مصر. كانت الرومات متسميه كده، اجمل شله، اجمل صحاب، اجمل بنات مصر. اجمل بنات مصر دي ممكن انت بقى ايه يعني تخش اصلا ما تلاقيش بنات عادي، كل اللي قاعد ممكن يكون شباب، كله قاعد مستني بنت تدخل. والبنت دي لو دخلت يا مصيبتي ده هيبقى في اغتصاب جماعي. المهم واحنا قاعدين كده في امان الله، دخلت بنت وساد الصمت في الروم. بنت دخلت وساد الصمت، يعني كلهم بعتوا لها خاص. فانا ما اروحش بقى خاص، انا اقعد على العام، اقعد بقى اكتب على العام واسف. وهي بترد عليا على العام، كنت انا صاحب النصيب. انا وهي اتكلمنا، قعدنا نتعرف على بعض. لقيتها بتقول ان هي من راس البر. يا مصيبتي، راس البر ده جنبنا، ده ايه يا ده؟ ايه القدر اللي لعب لعبته ده؟ فضلنا نتكلم حوالي 3 4 ايام كده، وعايز اشوفها بقى، ما عادش ينفع. فقالت لي طيب بص، هتمشي في الشارع الفلاني وبعدين تكسر يمين وبعدين شمال، هتلاقي بيت ايه بابه لبني من تحت والشباك اللي فوق بني. انا هبقى واقفه لك في الشباك ده، بس تيجي الصبح بدري عشان هو ده التوقيت اللي هعرف فيه. ما كانتش زيطه زي دلوقتي خالص، كان الموضوع فيه شويه معاناه. وفضلت فعلا مستني باماني ومالي البيت بالورد. وقمت رايح عند البيت، دخلت الشارع كده، انا نظري ضعيف. فالمهم لقيتها واقفه في الشباك، واقفه وعامله ازاي بقى؟ الشباك اهو الحافه بتاعته، فهي حاطه دماغها كده كويس، فما تقدرش تكون صوره، ولا نظر ضعيف. عمال ابص كده، ده حلوه ولا وحشه، ولا هي باين، ولا لا ده حلوه لا وحشه، تايه كده.
وبعدين لقيت منظري برضو كده مش تمام والشارع ممكن يلاحظ، قمت ايه مكمل ماشي. رحت كلمتها على الشات، شفتني ايه الحلاوه دي يا بنت، يخرب بيت طعامتك وانت ايه ده وقعدنا ايه نلغي في بعض. هي ما بتعرفش تخرج، فالمقابله معاناه. عشان اشوفها قعدت حوالي مثلا اتكلم في شهرين. طيب امتى بقى؟ قالت لي خلاص بكره نتقابل. حددنا الميعاد ويا فرحة الميعاد، وفضلت مستني بأماني برضو. قلت لها بص انا بصراحة انا ناسي شكلك. قالت لي وانا كمان نسيت شكلك. طب هتلبسي ايه؟ قالت لي انا هلبس بلوزة بينك، كان وقتها اسمها بلوزة ما كانش اسمها شميز، وجيب جرين. قالتها كده بنفس اللفظ. والله الالوان الميكس دي كانت موجودة وقتها، يعني بصرف النظر عن انه منظر شاذ دلوقتي، بس انا من جوايا كان في تخوف، مش واثق في الالوان دي خالص. فقالت لي انت هتلبس ايه؟ قلت لها هلبس، ولسه جاي اقول لها، وبعدين قلت ايه خليك صايع يا واد وما تقولهاش انت هتلبس ايه، افرض طلعت وحشه عشان تعرف تدور الجار، تبقاش مسكت عليك غلط. اخترعت لها كده اي طق، ورحت الصبح على الميعاد لقيتها واقفه هناك كده. انا ببص لها، هي بيضاويه ولا مربعه ولا، لا بيضاويه ولا مربعه. في حاجه غريبه، هو في حاجه بس مش قادر افسرها، مش قادر اطلع منها انثى. وبعدين في بلوزه بينك من امه، اللي هي من امه كتافات دي، لازم اوصف لك لازم. وهنا في ترتر، عارف الترتر؟ ترتر بالهبل، ترتر 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 بالهبل 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 كتير هنا، زي السمكه كده بتلمع كويس. وحتى البلوزه دي في الجيبه الخضراء، خضراء مش جرين، طلعت خضراء خضراء، وحزام ابيض، وجزمه بيضه ببوز اللي هي بتاعت الافراح بتاعت زمان، وكذا طرحه فوق بعض كده بينك في اصفر. في انت مستني ايه؟ اروح؟ ما روحتش طبعا، لفيت ورجعت. قعدت على الشات بتقول لي ايه ما جيتش ليه، يخص عليك كل ده واقفه ومستنياك، انت ايه مفيش دم مفيش احساس؟ قلت لها خالي مات خالي مات. ما طولش عليك قول طول. عدت شويه ايام وكلمت بنت تانية من طنطا، خدنا شويه ايام نتكلم كده، وبعدين عايزين نشوف بعض برضو. ايه؟ قالت لي طيب انا هروح سايبر وهفتح كاميرا وانت تجيب كاميرا ونشوف بعض. تمام، شوفنا بعض. بنت حلوه، لا حلوه. طيب ايه بقى مش هنتقابل بقى ولا ايه؟ طيب بس انت في دمياط وانا في طنطا. قلت لها هجيلك. قالت لي خلاص نتقابل، تعالى لي في اليوم الفلاني. انت وقتها عشان تقابل لازم هي تجيب واحده صاحبتها وانت تجيب واحد صاحبك، هو كده، هو ده القانون، ما نعرفش غيره. تقابل لوحدك دي غريبه. جيب صاحبك وهي تجيب صاحبتها كده، تحسوا بالونس وتعرفهم على بعض كده يعني ايه، وممكن سبحان الله يحبوا بعض في لحظه ما تفهمش ازاي. مين بقى اللي هيمشي بقى معايا في الخطوه دي؟ هاخد اسلام صاحبي. اسلام ده قصته قصه يعني، ده رفيق الثانويه وكمل معايا ولحد النهارده بكمل معايا. خلي بالك من اسامي الناس دي اللي بحكيها لك، عشان الناس دي هي اللي هحكي لك عليها بعدين. ده انا محضر لكم مفاجآت يا اسلام، احكي لهم على بتاعت ولا بلاش عشان ما ازعلش. قلت لاسلام جهز نفسك، احنا عندنا مقابله في طنطا. قال لي ازاي مفيش فلوس؟ فقلت له انت معاك كام يا اسلام؟ قال لي انا معايا 45 جنيه. قلت له حلوين جدا وانا معايا 30، يعني احنا محتاجين ايه؟ ده صباحنا فل. وبعدين اطمن يا اسلام، البنت قالت لي هنتقابل في البانوراما. ايه البانوراما دي؟ البانوراما دي عندنا في راس البر حديقه عامه، تروح بقى كده تقعد في اي داهيه كده، ويعدي عليك راجل كده بيبيع شيبسي بنص جنيه، كوبايه الشاي بنص جنيه، يعني مش هنصرف حاجه يعني. اطمن يا اسلام اطمن. قال لي خلاص ماشي. ومواصلاتنا كام يعني؟ هنروح ونيجي؟ لا احنا كده تمام. كان التوقيت وقتها ان احنا ممكن نصرف مثلا 20 جنيه من مروح ومجي. فروحنا فعلا ونزلنا قابلنا البنات. وانت في الاول المقابله دي انت ما بتبقاش عارف تحضن ولا تبوس ولا تسلم ولا ايه، في لخبطه كده بتحصل لاول مقابله كده. المهم اللي انا مديت ايدي سلمت على البيت، والبت التانيه صاحبتها متبصه الاسلام، اسلام ضحك، هي ضحكت، خلاص كده يعني ايه شبكوا مع بعض. طيب يلا بقى على البانوراما. قالت لي يلا. طيب ايه هنروح فين؟ قالت لي ده جنبنا هنا على طول. فضلنا ايه ماشيين في الشوارع ماشيين، وبعدين على دخلتنا بقى ايه طريق واسع كده، طريق نظيف جدا جدا، وعلى اوله في فندق لفت نظر، فندق إيه حوالي 15 دور كده، ما كانش عندنا الارتفاعات دي في دمياط. فقعدت ابص على الفندق كده والدنيا تمام، ولقيت البنت بتكسر كده ناحيه ايه، ناحيه الفندق. قلت جايز تعدي الطريق الناحيه التانية. بنقرب لقيتها داخله الفندق، واحنا معانا كام تقريبا فايت 55 جنيه حاجه. الفندق مريب يعني. في سجاده حمراء بره كده، والجنزير اللي هو بتاع الاحتفالات ده، استقبال الفاتحين، بنت قدام وراها صاحبتها وانا وراها واسلام ورايا. فجاه لقيت اسلام ايه بيعمل تليفون كده وبيديني ظهره. اسلام لما يعمل الحركه دي معناها ان هو هيخلع. قمت ماسك ايده قلت له قدامي والله العظيم ما هسيبك، امشي معايا. فتح باب الفندق، واقف واد وبنت كده لابسين اليونيفورم بتاعهم وبيقابلوك بابتسامه سامجه كده. لقينا نفسنا في صاله كبيره وفي ريسبشن هناك، وساعات بقى التوقيتات مختلفه،
احنا مش عارفين احنا رايحين فين، وفي هناك اتنين واقفين على الكاشير كده بيعملوا تشيك اوت ولا تشيك ان، حد ايه ده؟ وفي واد هناك كده بيفتح باب الاسانسير بيستقبلك مخصوص، واحنا معانا كام؟ الله ينور عليك، 55 جنيه. طلع بينا الاسانسير، طلع لحد الدور ال15 الاخير، واتفتح الباب بتاعه، وفجأة لقينا نفسنا في كافيه كبير بشاشات كتير وشيش كتير. فندق البانوراما. ما طلعتش البانوراما الحديقة بتاعتنا، ده طلع فندق البانوراما. يكفيك الشر بقى من القعدة دي، لان القعدة دي احنا لا فكرنا فيها لا في بنات ولا في مقابلات، احنا طول الوقت شاغل بالنا انا واسلام هنخرج من المصيبه السوداء اللي احنا فيها دي ازاي. طبعا لما سالنا انا واسلام هنشرب ايه، شاي يا باشا، شاي اللي هو ابو كشري ده، ابو جنيه ونص ده، بس احنا مش عارفين هو هنا بكام. والبت قامت طالبه ايه بقى وقتها؟ شيشه البان. كنت اول مره في حياتي اسمع عن الشيشه البان ده. وبعدين ايه الشيشه البان يعني؟ ما احنا عارفين التفاحه والدنيا تمام. بكام الله يخرب بيتك. وجت بقى اللحظه اللي انا خايف منها بقى، متقاله يلا عشان نمشي. يا نهار اسود، هنمشي ازاي؟ الراجل اللي هيجي بالحساب ده هنقول له ايه؟ فقام جاي فعلا الشيك، ببص فيه لقيته كام؟ لقيته 42 جنيه، 43 جنيه في الحدود دي. والله زي ما بحكي لك. ويا فرحة ايماني مش مصدق. احنا ما عندناش مشكلة في الرجوع، احنا بس نخرج من الموقف اللي احنا فيه ده اهم حاجة. البت بقى عايزة تمشي بقى، فقلت لها طب ما نقعد شوية، طب بالله طب شيشة البان طيب. نفسنا اتفتحت بقى خلاص. المهم مشي، واسلام قال لي توبة ما عادش الحركة ده هتحصل تاني ابدا. ما جاش معايا تاني. انا رحت تاني بعدها، قابلت البت برضه هياها دي، وقالت لي ايه هنعمل ايه؟ قلت لها على البانوراما طبعا. انا امي قالت لي ما تروحش طنطا الا عشان حاجتين، البانوراما والسيد البدوي. شفت في السايبر ده العجايب. مره جالي عيل صغير، عيل بتاع 7 سنين كده، وعيل تاني معاه 11 سنه كده، وقعدوا على جهاز وسبتهم. واد قاعد على الكرسي، والواد اللي عنده 7 سنين ده واقف وراه. فالواد واقف وراه وكل شويه يبص لي، فانا لافت نظر ان هو بيبص لي كتير، بيأمن عليا في حاجه بتحصل على الجهاز ده. المهم تابعت كده، ها لقيتهم مشغلين ايه؟ بورنو. يا مصيبتكم الله يخيبكم بخيبه. قمت طبعا جريت على الواد، يلا من هنا يلا، وبقفل في الجهاز. لقيت الولد اللي عنده 7 سنين ده ماسك ايدي وعمال يبوس فيها. ابوس ايدك والنبي يا عمو سيبنا، انا عمري ما شفت، والنبي يا عمو سيبنا، انا عمري ما شفت. ايه يا دي انت بتعمل كده ليه؟ يلا انت بتتذلل قوي بس يلا. مفيش الواد، مفيش، عمال هيبوس رجلي. صعب عليا، سيبته. والله صعب عليا قوي. خلاص هعمل له ايه طيب؟ ما تلومنيش وقتها خالص، ماشي؟ بالله عليك. بس في التوقيت ده بقى انا كانت اتوطدت علاقتي بقى بمحمد والسيد اصحاب السايبر التاني، وبقينا شله كل يوم بنسهر مع بعض، ومعانا واحد صاحبنا تاني اسمه ادهم. فبقينا احنا الرباعي كده ايه كل يوم. وعلى الجانب التاني انا مع اسلام وعمرو. عمرو ده برضو ايه حطه في الحسبان، عشان برضو ليه قصص كتيره معايا في الايام اللي جايه. شويه انا مع عمرو واسلام، وشويه مع ايه محمد والسيد وادهم وكده. وكل يوم قاعده بقى ايه في السايبر، بنسهر طول الليل. نسهر بنعمل ايه؟ عملنا بلاوي، عملنا حاجات كتيرة قوي. فكرنا في مشاريع وفشلت طبعا، وتعرفنا على ناس وفشلت، وتعرفنا على ناس ومكملين معانا. انما فضلت قاعد في السايبر ده مكمل شويتين حلوين، لحد ما جيت بنت في مرة. صاحب السايبر اللي هو اللي كان منفصل عن شريكه ده كان موجود. بنت دخلت علينا الساعة 2 بالليل لابسة عباية سودة اللي هي مفتوحة من قدام دي. واضح ان هي كانت في البيت وقاعدة براحتها في الصيف، فبس حطت العباية وحطت طرحه كده اي حاجه، ونزلت جايبه الجهاز الكيسه بتاعت الكمبيوتر الساعه 2 بالليل عشان محمود اللي هو صاحب السايبر ده ينزل لها ويندوز، او جايبه الجهاز عشان احنا ننزل لها ويندوز عموما يعني. فاتقابلت بمحمود اللي هو صاحب السايبر. خير ايه الجهاز؟ والله مش عارفه، فجاه نزل ويندوز، اصل مش عارف ايه. عارف انت حكايه تنزل ويندوز دي اوعى تكون مش عارفها برضه، هي كمان تبقى مصيبه سودة. الكمبيوتر كده لما الويندوز بتاعه يقع، كان وقتها بيقع كتير، تروح تنزل ويندوز بقى ايه، كان معاناه. تروح تنزل ويندوز بقى في سايبر، ولا تشوف لك اي مدهيه تنزله. المهم البت يعني انت متخيل جت الساعه 2 بالليل تنزل ويندوز؟ يعني مش قادره تصبر لبكره. البت دي كانت بتعمل ايه؟ انا الفضول هيموتني. يعني ايه اللي مخليها تنزل في التوقيت ده؟ وجايه من مشوار على فكره، كان ممكن بكره، لكن واضح ان هو كان في حاجه مهمه احنا ما نعرفهاش. البت حاطه فول ميك اب ومخصله شعرها كده ومش عارف ايه، وطويله كده وباينه ظاهره. محمود انهار قدامها. والبت بقى ايه خلصت الجهاز وخلصت الويندوز حوالي الساعه 6 الصبح، وكر كر كر هق، وانا قاعد على جهاز كده ايه بعيد خالص ماليش دعوه بيهم. كلام البت صوتها عالي وواضح، مش مريحه بالمره، والتاني غلبان مصيبه وانا فاهمها. فلا وخلاص، واتطورت وبقيت افهم
يعني انت فاكر انت القصه بتاعت البت اللي بقول لك فضلت مجروح وبسمع في هاني شاكر؟ لا خلاص يا باشا، دي مرحله وعدت، انا دلوقتي الحمد لله اتطورت. فانا قاري البت فمش مرتاح لها. المهم البت مشيت، وجيت تاني يوم قاعده برضو مع محمود، وتالت يوم ورابع يوم وخامس يوم وهكذا بقى، وعماله هي بتستغله بقى في انه ينزل لها افلام وينسخ اسطوانات، وبقت تتصل بيه اعمل لي كذا. هي فعليا مستغلاه. المهم لحد ما في يوم كده انا مش فاكر انا عملت ايه، بس انا تقريبا حرقت دمها بكلمه. فقامت قايله لمحمود ايه، محمود انا مش طايقه الواد ده، مشيه من هنا. محمود عامل ايه؟ مشاني من هنا. اه والله. اما قال لي معلش خلاص امشي بقى دلوقتي. قلت له لا امشي دلوقتي انا امشي خالص، براحتكم يا باشا. عدت الايام واخوها عارف ان هي بتيجي هنا، وعامل مشكله في الشارع وكسر المحل، وكانت الدنيا يعني تخلص المرحله دي بقى كلها. واكتشفت ان انا يعني السايبر ده ما بيجيبليش فلوس، مفيش حاجه، مفيش دخل، وبكبر ومش عارف اشتري حاجه. هشتغل ايه في توقيت السايبر ده؟ كنت انا اتعلمت بقى فوتوشوب خلاص بقى، وبقيت ايه يعني مثلا اعمل تصميمات كده لخيالي واقعد بيها فرحان بيها وتمام. لكن ايه المسار اللي ماشي فيه انا مش عارف. بس لقيت نفسي تاني لوحدي كده، مش عارف اروح فين، وما فيش سايبر اعرف اروح اشتغل فيه. عملت كام محاولة كده بس يعني كانوا فاشلين. فرجعت تاني عشان اشتغل في القهوة يوميتها 40 جنيه، تمام. بشتغل من الساعة 5 الفجر لحد الساعة 3 العصر، وعندي بقية اليوم فري. و40 جنيه وقتها كانوا كتير كده، هتقدر تشتري الحاجات اللي انت عايزها دلوقتي على الأقل، مع احترامي لكل المهن والله. بس القهوة دي حالة خاصة. انا كنت شغال في قهوة في شارع جوه حارة. القهوة دي زباينها معروفة، كل يوم هم زي ما هم، ما بيتغيروش. تشكيل من الرجالة الكبار في السن اللي قاعدين على القهوة دي، من اول ما تفتح لحد ما تقفل، يروحوا بس يتغدوا كده ويرجعوا. فغصب عنك عرفتهم خلاص، وبقيت تعرف طلباتهم من وهم جايين اصلا. لا وده انت ممكن تنزل الطلب وتحسب عليهم الساعة. ده هيجي من البيت الساعة 3 تكون مجهز له القهوة بتاعته. قدام القهوة دي كان في واحد، ده مهم برضو لان ده انا بعتبره نقطة تحول في الاحداث. الشاب ده اكبر مني في السن، وبيشتغل في الاعلانات، وانا عارفه من وانا صغير، وهو كان صاحب ابويا اصلا، وما شاء الله عليه بيكسب من شغلته كويس والدنيا تمام ويعني ايه. وكان دايما لما يشوفني وانا صغير كده يتوقع ان مستقبلي باهر. البيت ده كان بيت اهله، هو مش موجود معاهم، هو بس بيجي يزورهم. طيب الشاب ده جاي في يوم عشان ايه؟ يزور اهله الساعة حوالي 8 الصبح كده. انا اول ما شفته اتدريت غصب عني. اتدريت ليه؟ انت كنت متوقع ان مستقبلي باهر، جيت النهارده لقيتني في القهوه، مع احترامي برضو لكل المهن. فغصب عني لقيت نفسي بدارة كده، تمام. استنيته لما طلع، وكان في واحد طالب مني ايه الشيشه، فجهزتها ورحت بديها له. لقيته يعني مع احترامي ليك يعني على جنب كده، معديه من جنب وشي. انا حسيت بقمه الاهانه اللي في الارض. يا نهار اسود، ايه ده للدرجه دي؟ انت مش مستني لما انا امشي؟ راجل كبير وكل حاجه، بس برضه. قمت سايب القهوه وماشي. اتصلت بصاحبها قلت له تعالى خد القهوه وخد فلوسها بزباينها، انا مش جاي تاني. طب الفلوس؟ قلت له الفلوس في الدرج. سبتها والله كلها ببعضها ومشيت. رحت فين بقى؟ رحت قعدت في سايبر كده شويه، فتحت الشات، لقيت مين اللي اونلاين؟ واحد صاحبي اسمه محمد الشناوي، ولسه مازال حبيبي لحد النهارده. الشناوي ده اطيب خلق الله. انت لو رحت للشناوي قابلته مثلا واتكلمت كده في ان ما معكش فلوس، ممكن يطلع اللي في جيبه كله ويديهولك. ما افتكرش ان انا في مره صرفت معاه. ما يديلكش فرصه ابدا انك تصرف ابدا، يجري يسبقك ويدفع. المهم سلمت عليه، انت فين يا عم وانت اخبارك ايه؟ اما قال لي انا شغال في مطبعه. بتطبع يفط بقى كده والبانر والحاجات دي. يا سلام، وانا بعرف اشتغل فوتوشوب؟ طب ايه بقى ايه؟ اما قال لي طب استنى ثواني. مفيش والله 10 دقايق، وقام قايل لي اركب وتعالى لي دلوقتي. انا كلمت الراجل والراجل وافق ان انت تشتغل. ارمي بقى كل حياتي اللي فاتت على جنب، لان من هنا في فصل تاني وتالت. دول التغيير بقى، احكي لك بدايتهم ان شاء الله من يوم الخميس. مساءك فل.